مع احتدام منافسات كأس العالم فيفا قطر 2022 يشد المشجعون الرحال بشكل يومي من وإلى مترو الدوحة باتجاه الملاعب المونديالية الثمانية. خطوط مترابطة هدفها السرعة والمرونة في الحركة وضمان الرفاهية لمشجعي كأس العالم. تجربة سهلة مرنة جميلة، يعني على قولتهم سموث، من أول قطار يربطك من أول الدوحة إلى آخرها، سرعة، التكييف ما شاء الله تبارك الله، الإنترنت يوصلك كامل. من أتوقع أن قطر توفقت جدا في موضوع المترو. هنا في محطة المنطقة الحرة أقرب نقطة إلى ملعب الثمامة، يقدم المترو خدماته لمستخدميه من 6 صباحا إلى 3 فجرا بمعدل يقارب مترو كل دقيقتين دون توقف. أعتقد أن المترو رائع وسريع، خصوصا حين تنتهي المباريات، ومع بلوغ عدد المشجعين في بعض المقابلات 80,000، إلا أننا لاحظنا أن الحركة كانت سلسة للغاية، والمترو نظيف وتجربته شيء مميز. تجربة رائعة وتبارك الله البنية التحتية روعة. جينا القطار قبل ما كانتش البنية التحتية كما راها دابا، الحمد لله تجربة رائعة. قد تتعدد المحطات وتتنوع الرايات، لكن الوجهة واحدة: مباريات كأس العالم واستادات قطر. ويهدف المترو الذي يأتي في طليعة مشاريع دولة قطر إلى توفير شبكة نقل عصرية تربط بين أهم الوجهات الرئيسية في مدينة الدوحة وضواحيها. وفي كأس العالم لم يعد المترو وسيلة للتنقل فحسب، بل للتعارف بين المشجعين وحتى التنافس برفع الأعلام وترديد الأهازيج. مواصلات نقل عمومية بمعايير رفاهة استثنائية، فإن كنت راكبا حافلة أو مترو أو حتى سيارتك الخاصة فستجد حتما من يرشدك إلى وجهتك ويهيئ لك الظروف لتشجيع منتخبك. أزهر أحمد، الجزيرة، الدوحة.